السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ورجعنا لكم بفيديو جديد من عند الحمام، يا ريت انه يعجبكم ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا لصحة الحمام والانتاج الحمام. طبعا احنا الفترة اللي احنا فيها دي لازم نهتم بالمناعة كويس جدا جدا. هقدم لكم النهارده مكونين، هو مكون اساسي والتاني ثانوي. يعني المكون الاساسي هو اليانسون، اللي انا هتكلم عليه النهارده هو اليانسون، والاضافه عليه هتبقى الليمون ان شاء الله. اليانسون مهم جدا للانتاج عند الحمام، لان اليانسون بيحتوي على هرمون الاستروجين اللي بيساعد على زياده الانتاج عند النتايه. يعني بيزود الانتاج عند النتايه جدا جدا ما شاء الله. لو اهتميتوا بوضع اليانسون مرتين في الاسبوع، مهم جدا جدا لصحة النتايات، بيزود الانتاج عندهم. يعني لو عندكم حمام معوق او حاجة، حطوه مرتين في الاسبوع ان شاء الله. يعني حد واربع، اتنين وخميس، يومين تخصصوهم في الاسبوع، لان كتر اليانسون بيعمل اسهال. اليانسون ملين ومهضم، بيهضم الاكل عند الحمام، بيفتح الشهية ما شاء الله. في نفس الوقت بيزود وزن الزغاليل، لان بيخلي الزغاليل والحمام يهضم الاكل. كل الحمام ما هضم وكل كويس والشهية عنده بقت كويسة، كل ما كان وزن الحمام ووزن الزغلول بيزيد ما شاء الله. لو اهتميتوا بوضع اليانسون مرتين بس في الاسبوع مع الليمون ان شاء الله مش هيعمل لهم اي اسهال. مع الليمون مش هيعمل لهم اي اسهال ان شاء الله. وانتم طبعا عارفين ان الليمون مضاد حيوي، يعني مش مضاد حيوي، هو غني فيتامين سي، فبيقينا من الفطريات ومن البكتيريا ومن الجراثيم ومن اي حاجة بتصيب الحمام ان شاء الله. تمام. فهنحط اليانسون مع الليمون، هنحطهم في المية. حضرتك على لتر مية هتغلي معلقة يانسون كبيرة، على لتر مية وربع كده، وتسيبيه يغلي شوية لحد ما يبقى يقصر لتر وربع، يعملوا زي لتر كده، وتصفيه وتقدميه للحمام. ده هيساعد على الانتاج، وفي نفس الوقت هيفتح الشهية عندهم ويزود لك وزن الزغاليل، لانه بيفتح الشهية ما شاء الله، وهيخليهم ياكلوا كويس ويهضموا الاكل كويس. اللهم بارك. اي حد عايز يهتم بالمناعة في الفترة دي يقدم اليانسون للحمام. اليانسون غني بالحديد. الحديد مهم جدا جدا للمناعة. طبعا انتوا عارفين الحديد واهميته لينا قبل الحمام كمان. يعني الحديد مهم جدا جدا، ولما تحطي معاه الليمون هتساعد على امتصاص الحديد في جسم الحمامة ولينا احنا كمان. يعني مشروب اليانسون بالليمون ده مهم لينا كبشر ومهم للحمام. طبعا انا اي حاجة بستخدمها لنفسي بستخدمها للحمام عادي جدا، يعني عادي مفيش مشاكل. انا بحب المشروب ده، مهم جدا جدا للصحة، وبيقوي المناعة في الفترة اللي احنا فيها دي، بيخلي الدم قلوي ضد اي فيروسات وضد اي امراض ان شاء الله. اليانسون بيخلي الدم قلوي، بيحميك ان شاء الله باذن الله، وبيحمي الحمام اللي موجود عندكم من اي امراض باذن الله. احنا بناخد باسباب الشفاء، وبنقدم الحاجة ديت ناخدها لنفسنا وبنقدمها للحمام. طبعا انا لما بتكلم عن الحمام بقول معلومة برضو لينا كبشر عشان الناس تستفاد، لاني انا بحب مجال الاعشاب جدا جدا وبحب ابحث فيه. فالحمد لله عندي خبرة من زمان في الاعشاب الحمد لله، وبحب استخدمها في حياتي. وبعض الناس الحمد لله كنت سبب في ان انا اديتهم بعض وصفات كده، وكنت سبب في شفائهم في بعض الامراض. يعني الحمد لله ربنا ينفع الناس بينا وبالعلم البسيط اللي عندنا ان شاء الله. وبتشجيعكم ان شاء الله هنستمر، وان شاء الله نتعلم اكتر واكتر ونقدم لكم احسن واحسن ان شاء الله. فحضرتك هتعملي او حضرتك هتجيب المعلقه من اليانسون الكبيره دي، هتحطوها على لتر وربع ميه وتسيبوه يغلي على النار لحد ما يقصر كده، يبقى اللتر وربع زي لتر كده، وتصفوه وتحطوها في المسقه بتاعه الحمام بدون اي تزويد ولا اي حاجه، وتعصروا عليه ليمونه كامله. اللتر عليه ليمونه كامله، وتقدموه مرتين في الاسبوع ان شاء الله. هتلاقوا عندكم فرق في صحة الحمام
وفي الانتاج ان شاء الله، لان هو غني بالحديد وغني بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. يعني شوفوا في عناصر مهمة جدا جدا لصحة الحمام. الحاجات دي كلها بندور عليها في التحديق. اليانسون موجود فيه العناصر دي، وغني جدا بمادة الحديد. الحديد ده اهم حاجة، هو والكالسيوم للحمام. طبعا احنا عارفين ان الكالسيوم مهم للحمام، للبيضة ولقشرة البيضة، وبيساعد على الانتاج. وكمان قلت لكم ان هو اليانسون بيحتوي على هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين ده اللي بيزود الانتاج عند الحمامة، وبيخليها بصحة جيدة وانتاج مستمر ان شاء الله. هتلحم لكم العش في العش بفضل اليانسون باذن الله. جربوه وهتدعوا لي ومش هتندموا ان شاء الله. حاجة رخيصة جدا جدا لا تذكر من البيت، وهتقدموها للحمام عندكم وللطيور عامة، مش للحمام بس، للطيور عامة. بس ما تقدموش كتير عشان اليانسون ملين، يعني مرتين 2 في الاسبوع كفاية جدا. وان شاء الله هتلاقوا انتاج كويس عندكم، وهتلاقوا احجام الزغاليل حلوه واحجامها زي بعض، لانه بيساعد على الهضم وبيقوي المناعه. وهو فيه زيوت طياره مهمه برضو لريش الحمام ما شاء الله. يعني كله فايده ومهم جدا في عمليه الهضم للحمام. شايفين اللهم بارك احجام الزغاليل زي بعض اهي، اللهم بارك. هي الحمامه دي كل ما تيجي قايمه بتخاف، خوافه شويه، فبتجرح الزغاليل زي ما حضراتكم شايفين كده. بس احجامهم اللهم بارك زي بعضها. وياريت النهارده ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ونكون كده خفاف ظراف عليكم ان شاء الله. ونسألكم الدعاء بالذرية الصالحة، ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.